هل ينفع ان انا اكون ام جميلة وسايبة اثر جميل في قلوب اولادي مهما كبروا في السن، من غير ما اكون بضغط نفسي وبحاول اوصل لصورة مثالية بينقلها لي المجتمع؟ ايوه، تقدري تعملي ده. والطريقة ان انت تتخلي تماما عن كل الانماط اللي بينقلها لك المجتمع او حتى افراد اسرتك او حتى شريك حياتك عن الام الكويسة او الام الصالحة زي ما بيقول. لان ببساطة شديدة صالح وطالح، جيد ومش جيد، دي مصطلحات بيطلعها عقلنا عشان يقارن ما بين حاجتين او يحاول يعمل تفضيل ما بين حاجتين. والام بره الكلام ده خالص. الام هي اللي بتعرف تحضن كل ده، يعني تحضن كل اللخبطه بتاعت عيالها، تحضن الحاجات اللي الناس بتقول عليها حلوه والحاجات اللي الناس بتقول عليها مش حلوه. ومش هتقدري تعملي ده الا لو بتعرفي تعملي ده الاول مع نفسك. هل ده معناه ان انا اكون سايبه لهم الحبل على الغارب وكمان سايبه لنفسي الحبل على الغارب، بقبل بقى كل حاجه عملوا زي ما عملوش؟ لا اكيد لا. انت لما تقدري تعلمي اطفالك او توصلي لهم صوره الرحمه، ان هم يقبلوا نفسهم في كل اوضاعهم، معاها تقدري تعلميهم ان هم يكونوا مسؤولين عن تصرفاتهم. لان الرحمه والمسؤوليه على فكره وجهين لعمله واحده. المسؤوليه مش معناها ان انا اقعد الوم نفسي على كل حاجه بتحصل، ولو حتى غلطت في تصرف معين اقعد أأنب نفسي عليه واحسس نفسي بالذنب. كل ده ملوش اي لازمه. اكون شخص مسؤول عن تصرفاتي، يعني اشاور على غلطي واقول انا غلطت في ده وهصلحه، واشوف الطريقه المناسبه ان انا اصلحه بيها. لكن احساس الذنب ملوش اي دعوه خالص بالاحساس بالمسؤوليه. وبالتالي عشان تقدري تكوني ام جميله وسايبه اثر جميل في حياه وقلوب اطفالك مهما كبروا في السن، تقدري ان انت تبقي نموذج الرحمه والمسؤوليه قدامهم. يعني تعاملي نفسك برحمه ومسؤولة عن تصرفاتك وتصلحيها. لو غلطتي في حقهم تعتذري لهم وتصلحي، وفي نفس الوقت تعلميهم لو غلطوا في حقك يعتذروا ويصلحوا. كده انت علمتيهم الرحمة والمسؤولية من غير ما تضغطي على نفسك، وفضلتي عايشة في قلوبهم طول الوقت.